النهارده بقى هنشوف حاجة جديدة. انا يعني حسيتها هتبقى كويسة مع بعض، فهنجربها مع بعض. انا اول مرة اعملها وهشوف هتطلع بالنتيجة اللي في دماغي ولا لا. معايا بقى دي عجينة بانكيك، هبقى اسيب لكم الوصفة بتاعتها في الديسكريبشن بوكس او في تعليق مثبت. تمام. دي عجينة بانكيك زي ما قلت لكم، وهستخدم الموز وهستخدم كيوي، ودي جلاش، ومعايا كمان كنافة. هبدأ الاول اول حاجة بالجلاش. انا مغطياه عشان ما ينشفش، فهاخد منه ورقة ونشتغل بيها. بص بقى، انا دلوقتي الورقه حسيتها رفيعه، فقلت هاخد ورقتين وهنجرب مع بعض ونشوف. دي موزايه، هبدا بالموز الاول. دلوقتي زي ما انتم شايفين الموزه انا حطيت فيها خله من اللي هي بتاعه الشيش طاووق، بس قطعت منها، ما سبتش غير يا دوبك تقدري تمسكي منها عشان اقدر اقليها. هحطها كده تعتبر في النص، هقفل بقى من الجزء من هنا كده. تمام. ومن هنا بس هعمل كده عشان بس ايه اعرف اطلع الخل، وهبتدي الفها كده بالطريقه دي. خلاص لفتها زي ما انتم شايفين. طبعا اخر جزء ده مش هيبقى مقفول، فانا هستخدم برضو البانكيك في اني هقفل الجزء ده، يعني هستخدمه كماده ان انا الزق بيه كده زي ما انتم شايفينه. هلفها خلاص، انا لزقتها. هركنها بقى وهكمل واشوف هعمل ايه تاني. هوريها لكم تاني برضو. حطيتها في النص زي ما قلت لكم. هقفل بقى كده الزاويه دي كده، وهدخلها برضو زي ما انا قلت لكم كده، وهقفل من الناحيه دي عشان يبقى من الجناب كلها مقفوله اهيت كده. وهاجي هنا طبعا عشان الزقها هاخد برضو من البانكيك وايه هلزق كده. اهي لزقته زي الفل، وهركن مع اللي انا عملتها قبل كده، وهكمل الكميه ونرجع نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى هنشتغل في الكنافة لغاية اما الزيت يسخن ونكمل الجلاش بتاعنا. اول حاجة انا مقطعة الكنافة عندي، يعني تقطيعة مش صغيرة ومش كبيرة. وعندي الصينية اهيت. هوزع بقى طبقة من الكنافة زي ما انتم شايفين، وزع طبقة كويسة كده. هضغط بقى باي حاجة عندي، هتك عليها بس كده كويس. دلوقتي سمنة بسم الله عليها كده. هعمل بقى دلوقتي حشوة مختلفة شوية، حشوة فواكه. هرص بقى ايه موز مع كيوي كده، يعني توزيع ايه عشوائي زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هنحط تشيز برجر. دي افتكاسة كده، هنشوف هتطلع طعمها عامل ازاي، بس انا حاساها هتطلع لذيذة يعني. هوزعها بس بحيث ان انا ما اطلعهاش للحروف. دلوقتي بقى هغطيها بطبقة الكنافة التانية. طبعا زي ما انتم شايفين انا بضغط كويس جدا عليها، وبرضو باخد بالي عشان الحشوة ما تطلعش مني. بضغط من الحروف وباجي على الوسط بضغط بالراحة. تاني حاجة بقى دلوقتي هشربها السمنة بتاعتها. بسم الله. هلف عليها كده وانا مشغلة الفرن اوريدي على درجة 180. هدخلها بقى الفرن على الشبكة، وبعد كده لما تطلع هنشوف. حطيت طبعا الكنافه زي ما انا قلت لكم في الفرن. دلوقتي هنرجع للجلاش بتاعنا. هاخد الجلاش كده وهنزله في البانكيك، غرقه كويس كده، اعمل له طبقه كده عليه. ابتدي بقى ايه هنزله في الطاسه بتاعتي، وهعمل غيره. هقلب دي بس كده عشان حاسه ان هي خدت لون من الاتجاه ده. خلاص كده ديت ما شاء الله احمرت اهيت اهيت، جميله جدا. هكمل بقى دلوقتي باقي الكميه واوريكم في الاخر حصل ايه. خلاص كده الكنافه طلعت من الفرن، وكمان الوصفه ديت خلاص خلصت. دي يا جماعه كانت واحده كيوي كده عملتها بالجلاش، برضو قلت اجربها هتبقى طعمها ايه.
دلوقتي بقى هشرب الكنافه السيرم، وهنشوف الكنافه سخنه والسيرم هيبقى ساقع. هنزل بقى بالسيرم كده، السيرم ده ساقع. هغطيها بقى باي فوطه عندي بحيث ان هي تطرى شويه، وبعد كده واحنا بنقدم هوريها لكم. على بقى الكنافه ما تتغطى كده شويه ونبقى نقلبها ونشوفها، قلت ايه بقى ندوق الايه العظمه بتاعتنا دي انا هدوقها بالصوص اللي انا يعني بعشقه. بصوا شايفين الجمال، يامي. طبعا بقى سمعتوا القرمشه والطعم، شايفين من جوه عامل ازاي؟ اقسم بالله رائعه رائعه يا جماعه، جربوها بجد، جامده جدا جدا، فكره جامده قوي قوي قوي. ممكن بقى بصوص شوكليت لو انت بتحبي اي صوص. انا هجربها لكم بصوصات برضو اللي هو الكراميل والحاجات دي، بس انا بعشق الصوص الابيض ده. انا دلوقتي بقى هدوق التانية بصوص الكراميل، شايفين رائع. هعمل فوق كده بس اهم حاجه عشان اعرف ادوقها. يومي. طعمها جامد، سامعين القرمشه ومن جوه عامله ازاي؟ رائعه يا جماعه والله، جربوها، جامده جدا جامده جدا. هجرب لكم بقى اللي انا قلت الكيوي، هشوف كده طعمها عامل ايه، هحط عليها صوص فراوله ونشوف طعمها هيطلع عامل ازاي. يلا بينا بقى ندوق، بسم الله، يا رب تطلع حلوه. انا ما جبتهاش في الفيديو واحنا بعمل، بس قلت هجرب في واحده كيوي اهيت. يامي، بسم الله. بجد بقى بصوا لازم تجربوا، شايفين الالوان والشكل، طعمها جامد جدا، حلو قوي، شكلها حلو قوي وطعمها جامد، يعني انا مش عارفه اوصف لكم اكتر من كده. حتى انا ندمت والله ان انا ما عملتش اكتر من واحده بالكيوي، جامده جدا بجد. بالف هنا وشفا للي هيجربها، وانا جربتها طبعا بالف هنا وشفا ليا. دي بقى الكنافه طلعت، هي مش محروقه ولا حاجه يا جماعه، هي محمره، تحفه تحفه. شايفين العلو بتاعتها؟ دلوقتي بقى هزينها من فوق بالصوص اللي هو الابيض. بسم الله. هبدأ بقى دلوقتي اوزع كده، هبتدي دلوقتي بقى اقطعها ونشوف شكلها عامل ازاي. بسم الله. مش سامعين طبعا الصوت؟ ما شاء الله، بسم الله، ما شاء الله ما شاء الله، جميلة جدا، شكلها جميل. انصحكم ان انتوا تجربوها، حلوة قوي. شايفين شكلها؟ هحاول بقى اجيب لكم من هنا برضو وتشوفوا، حلوة قوي. احب اقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. اشوفكم في فيديو جديد وحاجة جديدة. باي باي.